بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروض إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير حفظكم الله، وأقر الله أمن المملكة العربية السعودية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأولياء العهد صاحب السمو الأمير محمد بن نايف وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان. أما بعد، أفيدكم بأني أنا عادل فارس حامل الإقامة رقم 2265594909 مغربي الجنسية بمهنة فني ديكور المقيم بالمملكة منذ أكثر من 7 سنوات. نقلت كفالتي بموجب عقد عليه شاهدين بإنشاء مؤسسة لأعمال الجبس والديكور، والحمد لله توفقت في ذلك. وعند رجوعي من الإجازة خالف كفيل الاتفاق المبرم بيني وبينه، مما دفعني لطلب نقل كفالة أو خروج نهائي أمام أكثر من 6 أشخاص، الشيء الذي رفضه رفضا قاطعا وقام بالتبليغ عني كيديا وأنا متواجد بجانبه. وقد تقدمت إلى كل المصالح الحكومية فلم أجد الإنصاف، وقد تم توقيفي من قبل الشرطة في مكان تواجد كفيلي بدعوى بلاغ الهروب، ولم يسمحوا لي بإثبات كيدية بلاغ التغيب عن العمل، مع أني طلبت ذلك ولي دعوى ضده في المحكمة وفي مكتب العمل. وقاموا باحتجازي شهر دون السماح لي بالخروج بكفالة حتى تنازلت عن كل حقوقي، وحولوني إلى جوازات الوافدين بأبها لترحيلي التي أمكث بها أكثر من 17 يوم بدعوى إسقاط سيارة على اسمي، مع أني طلبت كتابة معروض إلى سموكم. أطلب من الله ثم من سموكم التحقيق في قضيتي، رعاكم الله وأمدكم بعون وتوفيق من عنده، والله يحفظ ويمد في عمركم على طاعته، وشكرا.